طيب غالبا دي اول حلقه بعد الحظر، وبما اننا قاعدين في البيت مع بعض كتير فشكلنا هنفتح اليوتيوب كتير ونتفرج على فيديوز، فقلنا احنا لازم نكون معاكم اول باول. في حلقتين نزلوا عن تاريخ الكوره، مصطفى عامل حلقه عن كريستيانو رونالدو وعمل حلقه عن ليفربول، اتفرجوا عليهم وقولوا لنا رايكم في الحلقتين. وانا طبعا اكيد هتكلم في اول حلقاتي عن ريال مدريد. ريال مدريد من الانديه اللي صعب تذاكرها. ريال مدريد تاريخ كبير، مش عشان انا بشجع ريال مدريد، يعني طبعا انا بشجع ريال مدريد بس مش دي الفكره الاساسيه. في دايما ناس ممكن تتكلم عن رؤساء الانديه او اشهر لعيبه في تاريخ النادي او المدربين المهمين اللي مسكوا النادي، لكن ريال مدريد موضوع اكبر من كده شويه. فانا جايب لكم شويه معلومات خفيفه، وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن انشاء السانتياغو برنابيو او الملعب بتاع ريال مدريد، وهنتكلم مين هو سانتياغو برنابيو وعمل ايه ريال مدريد عشان كده لغايه النهارده لغايه سنه 2020 النادي مازال باسمه. وفي شويه قصص هتعجبكم. ادونا لايك، كومنتس، واعملوا شير للحلقه، وقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه في الحلقات الجديده. ويلا نبدا. صباح او مساء الفل على حسب بتشوف الحلقه دي امتى. ريال مدريد النادي الملكي، النادي الاكثر تتويجا ببطوله ابطال اوروبا، البطوله او تاني اكبر بطوله في العالم بعد كاس العالم. تاريخ التاسيس 6 مارس 1902. الملعب طبعا سانتياغو برنابيو، الرئيس الحالي فرونتينو بيريز، والمالك للنادي، ودي معلومه من المعلومات الجديده اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. الناس متصوره ان مالك النادي هو بيريز، لكن لا، بيريز هو رئيس النادي. النادي ريال مدريد من الانديه القليله جدا في العالم اللي بيملكها مجموعه من الاعضاء عددهم 60,000 عضو. فريال مدريد مش ملك لشخص واحد، ريال مدريد ملك المجموعه من الاعضاء بينتخبوا رئيس يدير شؤون النادي. سعه الملعب 80,400 كرسي. اكتر لاعب شارك في البطولات كان راؤول جونزاليز ب 741 ماتش. الهداف التاريخي هو كريستيانو رونالدو ب 450 جون في العصر الحديث طبعا. واكتر حارس شارك في المباريات هو ايكر كاسياس ب 451 مباراه. ريال مدريد هو نادي القرن في اوروبا. ريال مدريد لم يهبط لدوري الدرجه الثانيه منذ انشائه. ريال مدريد هو اول نادي في اوروبا سنه 1947 اللي اتحط ارقام على التيشيرتات بتاعه اللعيبه. ريال مدريد قيمته السوقيه هو اغلى نادي في العالم، دايما في منافسه ما بينه وما بين مانشستر يونايتد، والحمد لله انا بشجع الاثنين، شعار مانشستر صغير اهو. هو اغنى نادي في العالم باكثر من مليار يورو كقيمه. سنه 2014 2015 ريال مدريد حقق 577 مليون يورو كارباح. ريال مدريد عنده 87 بطوله. دي شويه معلومات وارقام سريعه يمكن مش هتلاقوها في اي نادي تاني في العالم، لكن هندخل في تفاصيل اكتر. واللي فيكم يعرفني يعرف ان انا دايما بحب اتكلم عن السلوجانز والشعارات واللوجو بتاع النادي، حاجات تافهه بس انا تافه شويه في الحاجات دي. فتعالوا نتكلم عن شعار ريال مدريد. الشعارات 6 شعارات مروا على ريال مدريد في من اول تاريخ انشائهم لغايه النهارده لغايه سنه 2020. اول شعار طبعا كان سنه 1902 تاريخ انشاء النادي زي ما قلنا. شعار كان عباره عن 3 حروف بس محطوطين بشكل كده هتشوفوه هيطلع لكم دلوقتي. ده كان شكل تقليدي وبدائي، كان مدريد فوتبول كلوب او نادي مدريد لكره القدم. ده كان سنه 1902. 1908 الشعار اتطور وحطوه جوه دايره، مفيش تغيير كبير، لكن غالبا كان طلعت حكايه الدايره دي موضه فبداوا يحطوا الشعار جوه دايره. 1920 كان التغيير الثالث اللي بدا يبقى شبه شعار ريال مدريد، لان الملك الفونسو ال13 ده كان من ملوك اسبانيا، كان بيحب جدا ريال مدريد واهداه لقب الريال. هنعرف بعد كده لو يعني قدام شويه في الحلقه ان ما كانش ريال مدريد النادي الملكي، كان نادي مدريد لكره القدم. سنه زي ما بنقول 1920 الملك الفونسو اداله لقب ريال، وبالتالي اتحط التاج الملكي لاول مره فوق شعار ريال مدريد. ده كان سنه 1920. 1931 كان في ازمه سياسيه كده شويه في اسبانيا، وكان في حرب اهليه ادت ان الشعار هيتغير شويه واتشال من عليه اللقب او الكاس بتاع الملك بعد ما الثوره الاهليه الاسبانيه انتصرت وشالوا كل رموز الملكيه من اسبانيا. واللي انتصر في الثوره دي كان اقليم اسمه اقليم قشطاي او قشطاي حاجه زي كده، وكان شعاره الاشاره الزرقاء اللي انتم شايفينها على نادي ريال مدريد. الحقيقه كان لونها موف ما كانش زرقاء.
فسنه 1931 اتشال التاج واتحط الشاره الزرقاء اللي انتوا عارفينها. بعد 1931 في 1941 بعدها ب10 سنين رجع التاج تاني فوق الشعار واتضاف اللون الذهبي شويه، وفضلت الاشاره الموف ديت، لكن اتحولت شويه للون الازرق الغامق، يمكن ما نلاحظهاش قوي، لكن ده كان التغيير اللي في الشعار. في 2001 الشعار الجديد اللي احنا عارفينه هو نفس الشعار بتاع سنه 41، الا ان الاشاره بقى لونها ازرق بالكامل، وتم اضافه الوان على التاج، كان في لون احمر واخضر، والجواهر اللي فوق التاج دي كانت باللون الذهبي، واتحطت خطوط من جوه كده غامقه شويه عشان يظهر الشعار ريال مدريد اللي احنا عارفينه كلنا، الشعار اللي وراكوا دوت بالخط المايل هنا، مش عارف هيطلع في الكاميرا لونه ايه، بس هي دي الفكره يعني. وده الشعار اللي احنا بنستخدمه لغايه النهارده. سانتياغو برنابيو، الاسم الاشهر في مدريد، اسم ملعب ريال مدريد، واسم واحد من اشهر اللعيبه والمدربين والاداريين اللي مسكوا ريال مدريد. ايوه، سانتياغو برنابيو كان لعيب في ريال مدريد، لعب لمده 16 موسم بدايه من 1913. الراجل ده اتولد سنه 1895، وزي ما قلت لكم كده لعب لمده 16 موسم لاعب كره قدم، كان بيلعب مهاجم او خط وسط مهاجم على قد ما الكوره ساعتها كان فيها تاكتكس يعني. جاب في خلال مسيرته 1200 جون، عشان كده بقول لكم ان رونالدو هو الهداف التاريخي في العصر الحديث، لكن في لعيبه في ريال مدريد جابوا اكتر من 450 جون يعني. راجل مسك اداره النادي لمده 35 سنه، عمل فيهم اللي ما يتعملش. هنحكي لكم تفاصيل عن الراجل دوت لما مسك النادي عمل ايه وازاي طور النادي بعد ما النادي كان تقريبا انهار تماما في وقت الحرب الاهليه، وبدا اتلتيكو مدريد يبقى اقوى في مدريد وياخد بطولات. لكن الراجل ده فعلا عمل حاجات يعني مش اي رئيس نادي في اي دوله في اوروبا او في اي انديه اوروبا عمل اللي سانتياغو عمله. 1952 سانتياغو برنابيو دعا فريق من كولومبيا اسمه ميلونا ريوس بوغوتا، فريق كولومبي كده اسمه صعب، عشان يستضيفوا احتفالا بمرور 50 سنه على انشاء ريال مدريد. الفريق ده فعلا لعب ريال مدريد وكسبوا 4-2. بعد هزيمه ريال مدريد 4-2 مجلس الاداره اجتمع مع سانتياغو برنابيو وقال له احنا لازم نجيب اللعيبه اللي بتلعب في الفريق الكولومبي ده يلعبوا في ريال مدريد، لان طبعا اللعيبه دي كانت من اهم لعيبه العالم في الوقت ده. زي ما قلت لكم كسبوا ريال مدريد 4-2، كان دي ستيفانو وبوشكاش، وطبعا الاسمين دول كلنا نعرفهم كاساطير من اساطير ريال مدريد. فعلا سانتياغو ما تاخرش وقدر يجيب اللعيبه ديت مع لعيبه كبيره في الجيل دوت عشان يسيطر على كره القدم الاسبانيه. استقرار كويس جدا في الفرقه. الراجل طبعا زي ما قلت لكم بعد الحرب الاهليه في اواخر الثلاثينات وبدايه الاربعينات ريال مدريد كان بيعاني معاناه كبيره جدا، وما كانش فيه موارد، وكان في نادي اتلتيكو مدريد بدا ينشا او مش ينشا، كان موجود لكن بدا يسيطر على اسبانيا لمده 8 أو 9 مواسم ورا بعض. اتلتيكو مدريد مسيطر على الكوره في اسبانيا. سانتياغو لما رجع وانتخب رئيس للنادي في بدايه اواخر الثلاثينات وبدايه الاربعينات بدا يجمع الناس وبدا يشوف اللعيبه اللي كانت موجوده وبطلت. في طبعا ناس ماتت في الحرب الاهليه، لكن قدر يجمع كل ده. وزي ما قلت لكم بدا كمان في بدايه الخمسينات في تكوين فريق اسطوري المفروض الفريق ده يسيطر على كره القدم في اسبانيا كمستوى محلي. فعلا سيطروا محليا ريال مدريد جدا، والراجل من كتر ما هو كان بيفكر في مصلحه النادي قال لك احنا نعمل بطوله نسميها كاس اوروبا، والبطوله دي فكرتها ان الانديه ابطال اوروبا تبدا تلعب مع بعضها وتتنافس. طبعا اوروبا ما كانتش مستقره قوي، لقى شويه اعتراض من دول اوروبا تانية، لكن الحقيقه البطوله اتعملت ودي كانت بدايه ابطال اوروبا الحاليه اللي احنا عارفينها. فاز ريال مدريد في اول 5 مواسم، طبعا مجهز فرقته والراجل ما عندوش مشكله، قدر يكسب 5 مواسم في الشامبيونز ليج او بمسمى كاس بطوله اوروبا. ومحليا بعد كده بعد ال5 سنين بتوع ابطال اوروبا كسب 5 سنين الدوري الاسباني بعد غياب اكتر من 20 او 21 سنه. كل دي نجاحات
ريال مدريد في 11 سنه وصل لنهائي الدوري، نهائي الابطال اوروبا اكتر من 5-6 مرات. الراجل طبعا اتوفى سنة 1978، ولو انتوا تخلوا بالكم من التاريخ دوت، ده كان تاريخ كاس العالم. كرم قبل كاس العالم على طول اتكرم من رئيس الفيفا الاسبانيه، واتكرم من ملك اسبانيا، واخر تكريم ليه كان من وزير الشباب والرياضه الاسباني او وزير الرياضه، مفيش عندهم شباب ورياضه يعني، وزير الرياضه بتاعهم. والراجل قال ان سانتياغو هو قدم كتير جدا لكره القدم الاسبانيه ولشباب اسبانيا بالذات ريال مدريد. بعد التكريم ده على طول سنه 78 زي ما بقول لكم اتوفى سانتياغو برنابيو. ده 1978 كان في كاس عالم اتلعب في الارجنتين. طبعا الفيفا ساعتها كان قال انه اي ماتش هيتلعب في كاس العالم هيتوقف فيه حداد على روح سانتياغو. سنه 55 نرجع للتاريخ لورا شويه. سنه 55 بعد نجاحات سانتياغو برنابيو زي ما اتفقنا ان هو بدا يكون الفريق الاسطوري من سنه 52. مجلس الاداره قعد معاه وطلب منه انه نغير اسم الملعب تشامرتان لسانتياغو برنابيو. الراجل تحس عنده حته مصري كده، قال لك لا يا جماعه وما يصحش وبتاع، وكان بيستند في فكرته على انه هو من ساعه ما كان ناشئ صغير في ريال مدريد لحد ما وصل للمكان اللي هو فيها الملعب اسمه تشامرتان، فتشامرتان ده جزء من كينونه ريال مدريد. لكن طبعا انجازات سانتياغو والمجلس بالاجماع قرر تغيير الملعب من سنه 55 لغايه النهارده 2020 مازال هو ملعب سانتياغو برنابيو. في اخر حلقتنا يعني زي ما قلت لكم مصطفى عمل حلقه عن ليفربول ورونالدو، ممكن تتفرجوا على الحلقتين، ومش عارف اقول لكم بقى اتفرجوا على ديوان والستة الكبار او غزال والفانتزي وبتاع. احنا يعني الكوره واقفه وبيذيعوا ماتشات متعاده، بس دينا بنحاول نطلع معاكم. ساعدونا بلايكس وشير للفيديوز، ويستنونا في حلقات تانية كتير.